السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايبه كبد وقوانص، هعملها لكم كده بالخضار، بالبصل والجزر والفلفل والقوطه، وهعملها لكم كده واوريكم الطريقه اللي انا هعملها ازاي. يا رب تعجبكم. متنسونيش بقى باللايك واشتركوا في القناه. على البوتاجاز وهنحط فيها شويه زيت، وهنحط فيها القوانص. ندي كده القوانص تشويحه. ونحط عليها الثوم. نقلب بقى كده بس تاخد تشويحة، عشان هي مش هتاخد السوا بتاع الكبد. القوانص بتاخد سوا شوية عن الكبد. اي حبايبي تتشوح اهي. هنحط بقى التوابل. نحط شوية فلفل اسود، وشوية بهارات، نحط بقى معاها البصلة عشان برضه تاخد تشويحة. البصلة اهي نحطها مع القوانص عشان تاخد تشويحة. شوية بصلة كده تدبل مع القوانص وتشرب كده من التتبيلة بتاعتها. نحط بقى بقية التوابل. احنا حطينا بهارات وحطينا فلفل اسود. نحط شوية كمون، الملح بقى مش هنحطه دلوقتي، شوية كده اما نيجي نحط الكبد. الثوم مع البصلة مع القوانص مخليها ريحتها جميلة بصراحة يعني. نحط بقى القطاية برضو. نقلبها برضو كده ونخليها برضو تتشوح كده وتسخن من بعضها. نسيبها بقى شوية كده تستوي مع بعضها، وبعدين ايه نبقى نكمل. طيب يا حبايبي بقى كده القطاية والبصلاية يشربوا كده من القوانص. نحط بقى الجزر، نقلبه برضو كده يشربوا كده من بعض. متنسونيش باللايك بقى يا حبايبي، وقولوا ايه رأيكم كده. سيبها كده تاخد تشويحة مع البصلة والقطاية والقوانص. اهي يا حبايبي نحط بقى الملح. نجيب بقى الكبدة بتاعتنا، نجيب الفلفل الاول،
خليه ياخد تشويحه كده برضه عشان الكبده ايه تستوي على طول. نجيب الكبده بقى اهي، نسيبها بقى تتشوح كده مع بعضها شويه، نغطي الحله بقى ونسيبها كده مع بعضها شويه وبعدين ابقى ارجع لها. يا حبايبي استوت اهيت، هطفي عليها بقى. طفيت عليها اهي، هنغرفها بقى واوريها لكم برضه شكلها في الاخر. يا حبايبي يا رب تعجبكم بقى اهيت، قولوا لي ايه رايكم في الكبده كبد والقوانص بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم. قولوا لي ايه رايكم بقى النهارده في الكبد والقوانص بتاعتنا بالخضار، يا رب النهارده اكل النهارده يعجبكم، غدانا النهارده يعجبكم. قولوا لي ايه رايكم بقى، ما تنسونيش باللايك والشير وفعلوا القناه اللي اول مره يشوفني بقى يشترك في القناه. ويا رب اكل النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.